الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بمشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان عبر الصفحه الشخصيه للمعلق الرياضي عصام المعلاوي وقناتي على اليوتيوب قناه العالمي. طبعا كلنا شاهدنا بالامس مباراه نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك وتفوق كاسح للقلعه البيضاء وفوزهم على فريق الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. احرز الهدف الاول اللاعب يوسف أسامة نبيه المتألق في صفوف نادي الزمالك، ثم الهدف الثاني من ركله الجزاء عن طريق اللاعب أحمد السيد زيزو واحد من أهم عناصر فرقة نادي الزمالك، ثم الهدف الثالث للاعب عمرو السيسي المنتقل حديثا لصفوف نادي الزمالك. عايز ببارك طبعا لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وبقول لجماهير نادي الزمالك مليون مبروك. وجماهير الزمالك زي ما احنا عارفين اللي بتساند فريقها، وبقول لك فريق الزمالك ما عندوش ولا اي صفقه في نادي الزمالك، وفريق بيلعب بدون صفقات ومفيش فلوس، ومع ذلك فريق بيحتل صداره الدوري العام، وممكن تكون البطوله الثالثه لنادي الزمالك على التوالي، بطوله الدوري الممتاز بدون صفقات، وعندهم لعيبه كبار جدا بيصنعوا الفارق مع الفرقه زي اللاعب احمد السيد زيزو واحد من اهم لاعبي الدوري المصري واحسن لعيب في الدوري المصري حتى الان. طبعا اللاعب امام عاشور واحد من اللعيبه الممتازين جدا في الدوري المصري وبيجيد التصويبات من خارج منطقه الجزاء، وله اهداف عديده من التصويبات الجميله جدا لامام عاشور، واخر اهدافه كانت في مرمى النادي المصري في الدوري اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. عايز اقول لك طبعا فريرة عامل حاله من الحماس في صفوف نادي الزمالك طبعا في كل المباريات وتدعيمه بالصفقات الشباب في نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك بطل الدوري عنده متصدر الدوري ب 24 نقطة بفارق الأهداف عن النادي الأهلي بفارق 4 أهداف. النادي الأهلي هيلعب مباراة يوم الاثنين مع فريق بيراميدز، مباراة صعبة في غاية الصعوبة جدا، اللي أنا بناشد لعيبة النادي الأهلي مش هو ده لعيبة النادي الأهلي بدأت الدوري، ومش هي دي فرقة النادي الأهلي اللي احنا مستنظرين منها إن هي تأدي بشكل كويس وبشكل ممتاز يليق باسم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. الجماهير بتأزر الفرقه لحد اخر دقيقه من المباراه. النادي الاهلي فقد نقاط كثيره من بطوله الدوري. اول مباراه كانت امام فيوتشر اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وكان الاحق النادي الاهلي ان هو يفوز بضياع ركله الجزاء لمحمد مجدي قفشه في اخر دقائق المباراه بعد طرد اللاعب عمر كمال في دقيقه 21 من احداث الشوط الاول. ثم المباراه الثانيه التعادل مع فريق سموحه بدون اهداف، اللي كانت من اسوأ مباريات للنادي الاهلي طوال الدوري، ويعتبر على مدار المباريات كثيره جدا مباراه للأسوأ، مباراه ما فيش منها فيها ميس باص صح خالص، معظم اللعيبه بتباصي ميس باص غلط. وطبعا المباراه الثالثه اللي هي انتهت من حوالي يوم تقريبا اللي هي بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الايجابي 1-1، واللي كانت ركله جزاء اتحسبت للنادي الاهلي في اخر احداث اللقاء واحرزها اللاعب علي معلول المتخصص في ركلات الجزاء. وطبعا كان سيراميكا كليوباترا كان انهى الشوط الاول في اخر دقيقه من هدف للاعب احمد رمضان بيكهام المنتقل من النادي الاهلي الى صفوف سيراميكا كليوباترا، وعرضيه ضربه ركنيه من محمد شكري اللي احرز منها الهدف احمد رمضان بيكهام. كده يتساوى النادي الاهلي مع الزمالك في التعادلات، والزمالك متصدر بفارق الاهداف. يا ريت المدير الفني مارسيل كولر المدرب السويسري يراجع حساباته، ولابد من اداره الاهلي تتدخل في تدعيم صفقات للنادي الاهلي في يناير علشان بطوله كاس العالم للانديه اللي النادي الاهلي هيلعب فيها في شهر 2 القادم شهر فبراير. اتمنى من الكابتن محمود الخطيب ان هو يعمل صفقات، لان الجماهير غضبانه وزعلانه جدا من الاداء السيء من بعض اللعيبه، ويا ريت يكون في تدعيمات قويه طبعا. ومش هو ده النادي الاهلي، واحنا كمشجعين وكمعلقين لمحبين وداعمين للنادي الاهلي وزعلانين جدا على اللي بيحصل للنادي الاهلي. اتمنى من الكابتن محمود الخطيب ان هو يعمل تدعيمات قويه لصفوف النادي الاهلي وبعض اللعيبه اللي المفروض ما ترتديش تيشيرت النادي الاهلي، وبعض الغلطات اللي بتحصل وتهاون من محمد الشناوي وكل مباراه وغلطات فادحه جدا من محمد الشناوي حارس المرمى. اتمنى من اداره النادي الاهلي ان تتخذ قرار ضد الحارس محمد الشناوي وبعض اللعيبه اللي بتتهاون في المباريات.
لان ده مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا مستنظرينه، ومش هو ده النادي الاهلي اللي كنا بنتمنى ان هو يقدم الاداء دوت. النادي الاهلي بدا اول 3-4 مرات في الدوري بشكل ممتاز جدا وباداء ونتيجه، وطبعا تراجع المستوى بشكل كبير جدا. مش عارف ايه اللي حصل، ولابد من اتخاذ اجراءات ضروريه ضد الفريق بسرعه. كابتن خطيب راجع حساباته.